السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسام أبو علي. مشكلة وسام أبو علي حاليا مشكلة غريبة. طبعا المشكلة دي احنا ما بنصادفهاش كتير، لأن احنا ما عندناش القيود اللي في الاتحاد الدولي الأمريكي. طب ايه المشكلة وايه اللي حصل؟ قبل ما نتكلم عن المشكلة واحكي لك التفاصيل، يا ريت طبعا تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناة عشان تتابع معانا كل جديد. وسام أبو علي بعد ما راح الدوري الامريكي وراح لفريقه الجديد كولومبس كرو، فالمشكله دلوقتي معاهم ان الدوري الامريكي بيفرض قيود على الفرق في الدوري الامريكي، ان هو لازم يخرج لاعب عشان يعرف يضيف لاعب تاني. يعني هم مش زي عندنا كده اضيف في السكواد، اروح الاتحاد ايد لي 30 40 لاعب، تمام، ايد مثلا 28 لاعب واجي في الماتشات اختار بقى هنزل مين في القائمه الاساسيه واخرج مين، بس انا كده كده معايا مثلا 30 لاعب في الفرقه متقيدين في الاتحاد تبع مثلا الفرقه بتاعتي. هم عندهم غير كده، هم ما ينفعش، هي عندهم رقم معين ما ينفعش يطلع عنه. طب الدوري الامريكي دلوقتي بيقول لك بيفرض قيود على الرواتب والتشكيل، ما يعني ان الفريق يجب ان يرحل احد اللاعبين، يعني لازم لعيب يرحل عن الفرقه لتوفير مساحه عشان يقدر يضيف وسام ابو علي. زي كأن بالظبط تليفونك كده مساحه كومبليت وانت عايز تنزل ابلكيشن، هتنزلها ازاي بيه وانت المساحه عندك مقفوله؟ فهو ده اللي بيحصل بالظبط في الدوري الامريكي. هو بيقول للفرقه انت ما فيش، انت خلاص انت قفلت المساحه بتاعتك من اللعيبه عشان تضيف وسام ابو علي ويبقى لاعب معاك في الفرقه وتقدر تضيفه في القائمه الاساسيه وينزل معاك ماتشات وتخرجه. لازم تخرج لي لاعب من اللعيبه اللي عندك في التشكيله دي. وطبعا تم استبعاد وسام ابو علي من قائمه كولومبوس، كان بيلعب فريق المكسيكي دوت في الكاس وما ضافوش وسام ابو علي. ودلوقتي الاقتراحات من الفريق لو ما عرفوش يخرجوا لاعب، يعني الاقتراحات دلوقتي ان وسام ابو علي يخرج اعاره سنه. ومين اللي داخل في القصه دي دلوقتي؟ نادي طرابزون التركي. نادي طرابزون قدم عرض لاستعاره وسام ابو علي لمده سنه بسبب الازمه اللي في الدوري الامريكي. والجديد في الموضوع ان في ناس من نادي بيراميدز اتكلموا في القصه وبيكلموا وكيل وسام ابو علي ان هم ممكن يخشوا برضو في الصفقه لاعاره وسام ابو علي لمده سنه بسبب الازمه اللي حصلت في الدوري الامريكي وعدم قيد اللاعب حتى الان بسبب القيود اللي الاتحاد الدوري الامريكي بيفرضها على الفرق. حوار كبير، حوار وسام ابو علي ما كانش عامل حساب ليه نهائي. الموضوع دوت هيلف ويروح في سكك تانية. اعمل حسابك ان بيراميدز يعني فرقه مش صغيره، السيوله موجوده والناس اللي هناك ناصحين، بس هو بنسبه كبيره ان انا شايف ان ممكن بنسبه كبيره ان وسام ابو علي هيروح طرابزون التركي لمده موسم عن طريق الاعاره، عشان هو مش حمل ان هو يخش في صدام مع جمهور الاهلي، مش حمل. ده هو اصلا لما دخل مع الاهلي في صدام في حوار رحيله، يعني هو شاف هو مش حمل ان هو يجي مصر تاني ويخش في صدام. فبنسبه كبيره وسام ابو علي هيختار ان هو يروح طرابزون التركي عن ان هو ياخد اي عروض من مصر او من الشرق الاوسط. فيعني اللي يغضب عليه جمهور الاهلي يا جدعان، اللي يغضب عليه جمهور الاهلي، انت لو كنت رايح بنيه صافيه كانت الدنيا سلكت معاك، بس للاسف الدنيا عربت. ويعني بص انت بقى ونيتك، انت كده نيتك اللي مش صافيه يا وسام. فخير، فيا ريت لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل اللايك والاشتراك في القناه وتساعد اخوك، يعني ساعد اخوك وتبقاش اناني، يا جدع. سلام.